السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هنتكلم عن اهم حاجه وهي فوائد الرمان، وهنقشر الرمان بطريقه سهله وسريعه بدون بقى ما نبهدل المكان حوالينا. تمام. اول حاجه طبعا غسلت الرمان كويس جدا ونشفته. هبدا اقطع الجزء اللي فوق كده زي ما انتم شايفين، بس نحاول على قد ما نقدر ان السكينه ما توصلش لجوه قوي. هنشيله بالراحه وبمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين. تمام، حلو قوي كده. شايفين بقى الفواصل او الخطوط اللي جوه الرمانه دي؟ هبدا اقطع قصادها بالسكينه، ونحاول ايضا ما نوصلش السكينه لجوه قوي. تمام. هفتح بقى الرمانه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشيل القشره البيضه اللي جوه. ممكن تقدموها في طبق فاكهه بنفس الشكل، لكن لو حابين تفرطوا الرمان قدامنا طريقتين. اول طريقه، جبت بوله وهقلب الرمانه كده على ايديا، وبظهر السكينه هبدا اخبط على الرمانه لحد ما انزل كل كميه الرمان. تمام. الطريقة التانية، لو حجم الرمانة كبير هتقسموا الرمانة على 4 وهتاخدوا كل ربع وتعملوه بنفس الطريقة زي ما هتشوفوا معانا في الفيديو دلوقتي. تمام. تعالوا بقى أقول لكم على فوائد الرمان، سبحان الله لا تعد ولا تحصى. أول حاجة، بيوسع شرايين القلب، بيزود الأكسجين اللي داخل للقلب، بيحسن وظائف القلب، بيقلل الضغط، فيتامين سي فيه عالي جدا، بيقلل نسبة سرطان البروستاتا في الرجالة بشكل كبير، بيحسن آلام المفاصل، بيزود البكتيريا النافعة، بيحسن الهضم، بيحسن المناعة، أسرع علاج لقرحة المعدة وقرح القولون، بيعالج الأنيميا وسوء الهضم، بيعالج الدوخة، يحسن وظائف القولون ويحميك من سرطان القولون، يمنع شيخوخة العضلات وشيخوخة الجسم، يحسن مناعة الجسم. طبعا أنا مش دكتورة، لكن عملت بحث عن فوائد الرمان وحبيت أشاركه معاكم، فنحاول بقى نستغل موسم الرمان وناكل رمان كل يوم علشان نستفاد بكل الفوائد الجميلة اللي فيه. ربنا يحفظنا جميعا من كل شر، ويا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بحاجة بسيطة. وبكده يكون الفيديو النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.